والجو ساقع كده ليه؟ انا بجد متلجة. عاملين ايه؟ صباح الخير. النهارده جو ساقع قوي 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 يا جماعه، عندنا في اسكندريه بجد. احنا بقالنا اكتر من 15 يوم في نوة اسمها نوة الكرم. بجد الوضع مش طبيعي، تلج تلج حرفيا. الواحد مهما لبس سقعان ومفيش عارفه، مش عارفه بصراحه ده ايه يعني. انا ما شفتش قبل كده الحاجات دي. المهم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين ومش سقعانين زي كده. والنهارده فيديو جديد، فيديو كده عايزين ندردش مع بعض ونتكلم مع بعض في احوالنا ك بني ادمين. فيلا يا بني ادمين، حطولي لايك لللايف. لايف حطولي لايك للفيديو. مش عارفه اللايف مين مسيطر عليا، بروح في اللايف اروح يحطوا له لايك للفيديو. فمش عارفه ايه اللخبطه دي، يمكن الساعه هي اللي عامله فيا كده. معلش اعذروني. بدأت اليوم متأخر شوية. كان ورايا حاجات كتير قوي 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 وعايزه انجزها، وبفضل الله انجزتها تقريبا كلها الحمد لله. اهم حاجه الرك على الورقه والقلم. حرفيا الورقه والقلم بيغيروا كل يوم يعني. سبحان الله، سحر القلم وسحر الكتابه بيخلي اليوم بتاعك مليان كده حيويه ونشاط، ومليان افكار، ومليان بركه، ومليان كمان تخطيط وتنظيم. فاوعي تستغني ابدا عن الورقه والقلم. اول حاجه انا فطرت، معرفتش اطلع لكم الفطار معايا، وبعدين دخلت على المطبخ. قلت بقى إيه يعني اظبط كده درج المعالق وارصه معاكم. بعدين كنت محتاره اعمل كام واحده بطاطا، فقررت ان انا اعمل 4 هنقعهم في الميه. وكمان كنت نقعه البطاطس دي من امبارح، فهبدا ان انا اعملها كده بالفرشه علشان هسلقها. هسلق بطاطا وهسلق ومش هسلق البطاطس، وهبدأ اشوي البطاطا في الفرن. وبجد يا جماعة، تشغيل الفرن في البيت يعني من احب الاشياء على قلبي في الشتاء. بحس كده ان الجو متدفي كده واحنا حلوين. والله بجد بحس احساس حلو قوي. هبدأ بقى ان انا احطها في الحلة عشان احطها على النار. النهاردة عندنا حاجات كتيرة قوي. الغدا النهاردة حلو اقتصادي كده ولطيف. وكمان هعلمكم طريقة جديدة للمكرونة، فشوفوا معايا الفيديو للآخر عشان هيعجبكم جدا جدا جدا. طيب مبدئيا كده النهارده زي ما قلت لكم ورانا حاجات تنظيفات، وحاولت ان انا انظم حاجات في المطبخ كده مبدئية علشان رمضان. فاحنا هنبدأ واحدة واحدة. الخطة بتاعتنا خطة 30 يوم هتمشي كده واحدة واحدة، وشاركت معاكم الخطة دي في جزئين في فيديوهين. ان شاء الله سيب لكم اللينكات بتاعت الفيديوهين دول في صندوق الوصف عشان ترجعوا لهم تاني لو انتوا حابين. طبعا انا بحضر لكم كذا حاجة بجد والله عشان خاطر يعني يضيف لكم حاجات وتستفادوا منهم في رمضان. كمان هنفرز مع بعض توم وبصل الفترة الجاية ان شاء الله قريبا جدا يعني. ادعولي كده بس ان انا اخف عشان تعبانة شوية ورايحة الدكتور قريب. وكمان انا صايمة النهاردة، فادعولي اكمل صيامي على خير. وانتوا كمان لو محتاجيني اي دعوة اكتبولي في التعليقات، وانا ان شاء الله ادعيلكم بيها قبل المغرب او في وقت المغرب كده ان شاء الله يكون وقت اجابة وربنا يستجاب مني ان شاء الله ليكم. فيلا بينا نتكلم في احوالنا كبني ادمين. ايه بقى احوالنا كبني ادمين؟ مش عارفه ليه اخترت العنوان ده للحلقه بتاعت النهارده، بس انا حاسه ان انا عايزه اتكلم عن الانسان. انت كانسان بتضيف ايه لحياتك؟ انا اعرف ناس اعرفهم عز المعرفه يعني حياتهم كلها بتتمحور حول شغلهم. ازاي يعني؟ هو بينام عشان يروح شغله وبيصحى بدري عشان يروح شغله. بس ما بيعملش حاجة تانية لعيلته، ما بيعملش حاجة تانية لنفسه. احنا كبني ادمين، احنا امتى هنفوق من الغفلة اللي احنا فيها ونعرف احنا دورنا ايه في الارض؟ احنا خليفة الله في الارض على فكرة. بس مش معنى ان احنا خليفة الله في الارض ان احنا نشتغل وننام بس. اللي انا اعرف ناس بتنام اكتر من 12 ساعة في اليوم، رغم ان هي متجوزة وعندها اطفال وعندها زوج او زوجة. فليه يعني؟ او عادة يا جماعة الموضوع ده بيحصل من الازواج مش من الزوجات، عشان ما فيش زوجة يعني هتسيب اولادها هيضربوا في بعض بره مثلا او اطفالها صغيرين وهتخش تنام 12 ساعة. اكيد لا، بس بيحصل من الازواج اكتر. فانا عايزاكم
يعني تفوقوا من الغفلة دي، عشان دي غفلة بجد. ربنا كده بيغفلكم، يعني مش بيغفلكم، استغفر الله مش قصدي، بس هي دي غفلة احنا فيها. انتوا بتغفلوا نفسكم، بيناموا اكتر من 12 ساعة، ممكن ما يصلوش الفجر، ممكن ما يصلوش فروض كتير عليهم، ممكن ما يعملوش اي حاجة لنفسهم ولا لعيلتهم. فدي حاجة بتضايق. بصوا انا هنا كنت بفضي قهوة، القهوة دي قهوة يمني، احنا كنا جايبينها من فتح الله كده سايبة. فهجربها في فيديو النهارده علشان اقول لكم رايي فيها ايه. لما اعملها واشربها اقول لكم رايي دلوقتي حالا. آم، طبعا زي ما بقول لكم كده، احنا في غفلة يا جماعة، حاولين نفوق من غفلتنا واحدة واحدة. اشد الجهاد هو الجهاد النفس، فانك تجاهد نفسك وانك تقوم تصلي الفجر، وانك تقوم تصلي فروضك في عز السقعة والتلج اللي احنا فيها. صدقني دي كبيرة قوي 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 عند ربنا اكيد. ما تنساش قراءة القرآن. في ناس تقول انا ما بعرفش اقرا قرآن، اصلي بنام وانا بقرا قرآن، اصلي بكسل، اصلي بعمل، اصلي بسوي. لا، مفيش حاجة اسمها كده. وربنا خلق لنا القرآن والله مش عشان، ما قالناش ولا في آية في القرآن الكريم ان احنا لما نيجي نقرأ القرآن هيحصل لنا الحاجات دي كلها، اللي هو هنكسل وهننام وهنتاوب وخلاص. اوكي، ده من عمل الشيطان. هتستسلم للشيطان وتسيبه يضحك على دماغك، وتسيبه ما يخلكش تقرا قرآن، ولا تصحى بدري تصلي الفجر، ولا تعمل اي حاجة في حياتك. انت هتخلي الشيطان يضحك يعني هتخلي اضعف مخلوقات ربنا، وربنا غضبان عليه كمان ان هو يعني يتحكم فيك بالطريقة دي. والله عيب بجد، والله والله عيب بجد. احنا مش هينفع نفضل في كده. يعني كفاية الزلزال اللي حصل ده، دي رسالة قوية جدا من ربنا، بيقول لنا فيها ان هو قادر في ثانية يطبق الارض على السماء، وما تخليش في حد فينا اصلا عايش. طب وقبل ما يحصل ده، مش المفروض ان احنا نكون قريبين من ربنا؟ مش المفروض ان احنا نكون فعلا خليفة الله في الارض؟ مش ده المفروض؟ بصوا كده، في المقطع اللي فات دوت انا كان عندي بذور الكتان، حطيتها كده في الكنكه، وحطيت عليها معلقه سوري كوبايه ميه، وغليتهم كويس عشان ده ماسك حلو جدا للشعر. تبداي تحطيه على شعرك وتسرحي شعرك، بيبقى حلو جدا جدا يا بنات. وهتكلم على الماسك ده في القناه التانية ان شاء الله بتاعت ساره بلوجر قريبا جدا. فلو انت عايزه تفردي شعرك، وعايزه تفردي شعر بناتك وولادك الصبيان، وتخلي شعره قوي وشكله حلو بيلمع، وفعلا يثبت كمان كمثبت قوي جدا لشعر الصبيان كمان، لو انت بتحبي تعملي لهم كده تسريحات، ومش بيثبت غير بالجل، او مثلا الكريم الجل اللي هو بيبقى مضر جدا للشعر، لا ده بقى مفيد جدا جدا. عايزين تعرفوا طريقته وازاي تستخدمه؟ تابعوني على قناه ساره بلوجر، هتلاقوا الفيديو ان شاء الله قريبا هينزل. هنا بقى انا بدات ان انا اعمل ايه، بدات ان انا اعمل آه ال هعمل اكل النهارده مسقعه عقبال عندكم. انا بحب مسقعه قوي على فكره. بس فاحنا كبني ادمين يا جماعه المفروض ان احنا نفوق لنفسنا. لو انتي من الناس اللي بتصحى متاخر، وما بتلحقش صلاه، ما بتلحقش تخلص شغل بيتها، ما بتلحقش تقعد مع اولادها، ما بت... وطول الوقت متعصبه ومتضايقه ومخنوقه وحاسه بضيق في الدنيا وحاسه ان كل حاجه ضيقه ومفيش حاجه كويسه، صدقيني ده كله من عدم تنظيمك لوقتك ومن عدم تقربك لله. هو في حد يقدر يقطع صلاته بحد بيحبه؟ يعني انتي بتحبي مامتك جدا جدا جدا، هل ينفع تقطعي صلاتك بيها؟ اكيد لا، ما ينفعش. ما بالك بقى برب العباد اللي خلقنا وخلق رزقنا وخلق حياتنا، وقدر في لحظة يغير لنا حياتنا للأفضل، وقدر في لحظة ان هو يعني ياخد وديعته من غير ما نكون عملنا اللي علينا. فأرجوكم اصحوا وفوقوا. الوضع دلوقتي في استنفار امني لينا كلنا كبني ادمين وكمسلمين. حاولي تستنفري امنيا، وحاولي تستنفري طاقيا، تستنفري صلتك بربك عز وجل، وتبدأي تصلي وتبدأي تعبدي ربنا، وبتبدأي تعيشي الحياة اللي المفروض تعيشيها كخليفة الله في الأرض. انتي كمان خليفة الله في الأرض على فكرة، مش الراجل بس. هنا كده انا خصصت درج واخيرا للحاجات اللي انا بحب، اللي هي ورق الزبده، ورق الفويل، الاسترتش، الاكياس، مهم جدا جدا الدرج ده. ومهم قوي الحاجات اللي قدامكم دي، بجد مهمين جدا لاي سيده بتشتغل في المطبخ، بيفيدوكي في حاجات كتيره جدا، ويسهلوا عليكي كده استخدامك وحياتك. هنا بقى انا حبيت ان انا البس المريالة او المريولة. بتاعه كده التنظيف، وبتاعه المواعين، وبتاعه الطبخ، علشان ما تدومنا ما تتوسخش او ما تشمش من ريحه الاكل. فانا هلبسها كده وهبدا بقى ان انا احضر الاكل معاكم. عايزه اقول لكم انه
اكله لطيفه وحلوه وسهله وسريعه وكل حاجه. شايفين الطاسه اللي قدامكم المعفنه دي؟ انا اسفه قوي ان شكلها عامل كده بجد. انا بتاسف لها هي كطاسه ان انا سايباها كل ده بالطريقه دي، بس غصب عني غصب عني في كل حاجه صدقوني. وبتاسف لكم انتوا كمان ان انتوا شايفينها بالشكل ده. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه انا هنضفها واخليها تحفه جدا. فانا بدات فعلا ان انا بعد ما عملت فيها الاكله دي حطيتها في الحمام، وبدات ان انا حطيت عليها ساترس، وان شاء الله هبدا انضفها باذن الله وترجع تاني كويسه زي الاول واحسن. هنا بقى هبدا ان انا اعمل المسقعه بتاعتي. طبعا احنا عاملين في اول الشهر لو انتم متابعين معايا، احنا عاملين مع بعض اللحمه المفرومه المتعصجه في الفريزر. فبجد حلوه جدا وعظمه جدا انها تكون موجوده في الفريزر عندك. حاجه زي كده بتسهل عليكي انك تعملي اي اكله، زي بالظبط خلطه المحشي لما تبقى موجوده في الفريزر بتسهل عليكي اي اكله. باكله المحشي خاصه يعني هتقوري او هتسلقي بس وهيبقى عندك خلطة المحشي في الفريزر، فدي بتبقى حاجة جميلة قوي. ان شاء الله هنبقى نعمل مع بعض تفريزات خلطة المحشي وتفريزات حاجات كده هتساعدنا جدا في المطبخ في رمضان وتسهل علينا وقتنا في رمضان. هرص طبعا طبقة من البتنجان وابدأ احط عليها 3 4 معالق من اللحمة المفرومة، وبعدين هنزل عليهم بعصير الطماطم واسيبها تستوي على النار عادي، وبعدين احطها في الفرن. اوعي تنسي وانتي بتحطي عصير الطماطم كده او انتي بتخلطيه في الخلاط تحطي بقى البهارات بتاعتك، علشان انتي مش هتعرفي تحطي بهارات غير بالطريقة دي علشان تحطي على المسقعة. طيب نعمل ايه طيب يا ساره بعد التوبيخ اللي انتي وبختيهولنا ده كله وفوقتينا وصحتينا وخلينا نفتكر ربنا ونفتكر مثلا لازم نصلي ولازم ان نجاهد نفسنا وكل ده؟ تعالي اقولك المفروض تعملي ايه. حضرتك المفروض دلوقتي حالا وانتي ماسكه التليفون او بتسمعي الفيديو بتاعي تجيبي الورقه والقلم وتعملي كده جدول عشوائي، مش لازم بالمسطره عشان ما تقعديش تدوري على حاجه وتبقى في حاجه لخماكي يعني. اعملي جدول كده واكتبي فيه ايام الاسبوع، واكتبي ان كل يوم هتعملي حاجه جديده لنفسك. اول يوم انا هنتظم في الصلاه الاسبوع دوت ان شاء الله في الخمس صلوات في وقتها. تاني مثلا يوم هبدأ اضيف هصلي صلاة النافلة بتاعة الظهر. تالت يوم هصلي نافلة الفجر. رابع يوم هكذا تبدأي ان انتي تاخدي النوافل كمان واحدة واحدة، ما تقليش على نفسك النوافل كلها او يعني السنن المؤكدة كلها. بعد كده تبدأي تضيفي لنفسك قراءة ورد قراءة في اليوم. حاولي ان انتي تقرأي سورة البقرة كده مرة في الأسبوع لحد ما تبقى عادة بالنسبة لك وتقرأيها كل يوم مش بس مرة في الأسبوع. بس انا بقولك عشان انشغلنا للوقت ما بقاش متقله، لانه ربنا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك قليل مستمر خير من كثير متقطع. لو انت قريتي سوره البقره كل يوم يعني جيتي في يوم واحد مسكتيها قريتيها كلها، ممكن تقعدي عليها شهور وما تقريش اصلا حاجه في المصحف. طب ليه؟ ما انت ممكن تقسمي، وكل ما تقسمي وكل ما تصغري المهام كل ما تبقى محببه اكتر لعقلك ومحببه اكتر لانجازها. فقدر الامكان حاولي ان انت تنجزي حاجات بشكل صغير وبمهام شكلها صغير. تعالوا نعمل بينا دلوقتي مكرونة المبكبكة الليبية. اول حاجة هجيب كوباية زي ما انتوا شايفين كده وهحط بيها المعايير كلها. هحط كده كوباية مكرونة وهحط كده ثمرة طماطم متقطعة وثمرة فلفل متقطعة، تومة كده مهروسة هتشوفوها دلوقتي، فصين توم كده مهروسين. برضو هنبدأ ان احنا نحطهم وهنحط معلقتين زيت، ونبدأ نحط طبعا عصير الطماطم. هحط كده معلقة صلصة، وتبدأي انك تحطي يا اما كوباية مية يا اما كوباية عصير طماطم اللي متوفر عندك. فانا كنت عاملة عصير طماطم فحطيته، وهبدأ احط البهارات بتاعتي ملح وفلفل وكمون مثلا وبابريكا البهارات اللي انا بحبها، وهقلبها كويس واسيبها طبعا تستوي مع بعضها. بجد يا جماعة طعمها بيبقى حلو جدا وسهلة جدا جدا. وبصوا حاجة كده ما شاء الله تبارك الله يعني. أكلة المستعجلين وأكلة كده مش عارفة اسميها ايه، بس هي أكلة حلوة. بس جربوها وقولي في الكومنتات لو جربتوها، وبعتولي صور زي كده ما رانيا بعتتلي صورة الكيكة. بجد مبسوطة بيها قوي. اشوفكم ان شاء الله على خير يا حبايبي في فيديو جديد. اوعوا تنسوني من اللايك، واوعوا تنسوا لو انتوا حابين ادعي لكم باي دعوة اكتبوا لي في التعليقات. وبس كده، مع السلامة.